لغايه دلوقتي مش قادر افهم ايه سر باسيرو انه مصر على 3-4-3. ماشي، هي طريقه لها شقين، شق دفاعي وشق هجومي. اللي انا شايفه لا ده ولا ده. يعني انت لا عارف تدافع ولا عارف تهاجم، بيخش فيك جوان ولا عارف تجيب جوان، فليه بتلعب 3-4-3؟ انا عايز افهم. طيب ما تلعب 4-2-3-1، ولما تكسب او تجيب جون واثنين غير الطريقه، العب ب3-4-3، دافع بثلاث مدافعين. انما ايه الفكره في انك انت تبتدي بالطريقه دي مع الفرقه دي؟ لو بتلعب فرق كبيره ماشي، ما اختلفناش، سكواتهم اعلى منك ما فيش مشكله. انما انت ليه يعني الفرق دي ليه يعني بتمرنهم هم على ان هم يهاجموا؟ ما انا مش شايف ملهاش اي لازمه يعني. وبعدين بادئ الماتش كله امبارح باللعيبه الاحتياطيه واللعيبه اللي هي بقالها فتره ما لعبتش. بتريح اللعيبه الاساسيه عشان الماتش الجاي. طيب بتريحهم عشان ايه؟ عشان الاصابه. طيب بنزلهم الشوط الثاني، بتنزلهم الشوط الثاني وهو مضغوط، يعني متاخرين 1-0، فاحنا اللعيبه نازله مضغوطه، ما هو ممكن يحصل اصابه. الطبيعي ان انت تنزل تبتدي بيهم اول ماتش، تجيب جون واثنين تخلص، او تجيب جون وتقفل، وبعد كده تطلعهم تريحهم وتنزل تنزل اللي انت عايز تجربه تجربه، مفيش مشكله. انما العكس، انت ضغطت اللعيبه، كان ممكن تحصل اصابه اي حاجه مش هتلاقي الماتش الجاي. يعني ده سيناريو، يعني المفروض انت تبقى قريب من بدايه الماتش، يعني مش من خلال الماتش ده، من بدايه الماتش. وبعدين مصطفى شلبي انت منزله الشوط الثاني يعمل ايه؟ ده المفروض لا تبتدي بيه ولا تنزله. ده واحد هو والجون انفراد وطلع الكرة بره، ده ما يلعبش. العب ناقص واحد، يعني العب ناقص واحد، لكن ما تلعبش بيه، ملوش اي لازمه ان هو ينزل.